عملت بقى النهارده يا جماعة شوية رز بلبن إنما إيه كريمي، شايفين كده المعلقة وهي بتنزل في الرز بلبن، وشايفين كده وشه وهو إيه وهو مكرمش شوية. معاكم أبانوب، وبجد لو جربتوا الوصفة دي هتقولوا لي سلم إيديك يا أبانوب. أول حاجة بصوا المج الحلو ده اللي عليه صورتي، حد جابهولي فقلت إيه أستخدمه النهارده. أول حاجة كده بعاير في نفس المج حوالي 4 كوبايات من المية، بس تكون مية سخنة بتغلي. هتقولوا لي اشمعنى، هقول لكم ايه، كملوا باقي الفيديو وانتوا تعرفوا. وبعد كده في نفس الكوباية باجيب كده احط نص كوباية من الرز، رز مصري خالص يا جماعة ومش مغسول، الرز المصري بتاعنا نضيف وزي الفل. بعد كده بقى ايه بقلبه كده تقليبة حلوة واغطيه واسيبه بقى يغلي شوية كده لحد ما الرز يدخل في ايه يدخل في السوا. شايفين بقى الرزاية بتاعتنا بدأت تنفش نفشة حلوة كده. انا بحب الرز بلبن الرز بتاعه ايه يكون قليل شوية. تمام، بعد كده بعد ما اديته كده التقليبة وبدأ يدخل في السوا يعني، ببدأ انزل عليه بكوباية من السكر، سكر بتاعنا العادي، سكر التموين يا جماعة بتاعنا، بيدي طعم حلو وجميل وزي الفل. بدي بقى تقليبة. طب هتقولوا لي ليه بتحط السكر قبل اللبن؟ هقول لكم علشان الرزاية نفسها لما تاخد غلوة مع السكر يبقى طعمها حلو وجميل ومسكر. بعد كده بقى بنزل بلتر حلو كده من اللبن، طبعا اللبن بتاعنا يكون ايه يكون بيغلي. بعد كده اسيب بقى ايه الرز يكمل السوا بتاعه في اللبن، هتلاقي الرزه بتاعتك كده نفشت وبقت حلوه وجميله. وبعد كده عشان الدايت بقى بتاعنا يا جماعه بضيف كوبايه قشطه حلوه كده، علشان ايه عشان لزوم الدايت. هدي بقى التقليبه الحلوه كده، وهو ده السر اللي بيدي ايه الكرمشه او الكرمشه بتاعت ايه الرز بلبن، شويه القشطه دول. بعد كده باقلِّب بقى واسيبه يغلي 5 دقايق 10 دقايق، واعمل خلطة حلوة. عندي بقى معلقتين كده من النشا، وكمان ربع كوباية من الكريم شانتيه، وننزل بقى بيهم بشوية كده صغيرين من الفانيليا، وربع كوباية لبن، واقلِّب بقى كل الخلطة دي. طيب عايز اسألكم سؤال، انتوا او انا لما انا باحط اللبن على النشا بنحطه ساقع والّا بنحطه سخن؟ يلا عايز اشوف شطارتكم بقى في المطبخ. وقلت لكم عن سبب بيخلي الرز بلبن مكرمش، حطيت له حاجه كده وقلت لكم هي كوبايه، ايه هي؟ يلا عايز اشوفكم، عايز اشوف شطارتكم. بعد كده احط بقى ايه احط النشا على مع اللبن والحاجات دي على الرز بلبن. وطبعا لازم اقلب كويس جدا جدا علشان النشا ما يتكتلش في مكان واحد. بصوا يا جماعه السمك بتاعه. بعد كده اديله غلوه، وإيه عقبال ما يتقل إيه بالمنظر ده. عايز أقول لكم عشان هجاوبكم على السؤال بتاع النشا، النشا لما بنحط له اللبن بارد أو ساقع، ما ينفعش نحطه سخن. طبعا بقى بسيبه في التلاجة، أنا سبته في التلاجة شوية يعمل كده إيه وش الكرمشة بتاعه، بس إيه استعجلت عليه قلت أصوره ليكم. كان معاكم أبانوب، والنهارده بقى عملنا شوية رز بلبن كريمي يا جماعة. بصوا حتة الكرمشة دي، لو عجبكم الرز بلبن اعملوا له شير لكل حبايبكم.